صباح الفل وصباح القمر وصباح كل حاجه حلوه على قلبكم. النهارده بقى هنعمل مع بعض روتين بسيط قوي قوي قوي، يا رب يعجبكم. اتمنى من كل قلبي ان فيديوهاتي بتعجبكم. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات وتعملوا لايك وتقولوا لي رايكم. تمام. بصوا، هي الصاله شبه متبهدله شويه، اوكي؟ فهي ايه متبهدله، والسجاده دي والله كنت حاطاها في العيد بيضه. هي مش وسخه بس انا حاساها وسخه. تمام. فانا بقى ايه، هشيل السجاده دي اوديها المغسله. تمام. صورت لكم كده الصاله من بعيد اهوت شويه عشان تشوفوا هي ايه متبهدله شويه، بس مش متبهدله والله، يعني ايدي فيها اصلا. بس انا بقى ايه، بقالي كتير قوي ما مسحتش، فعايزه ايه اشيل كل دوت وامسح من تحته. تمام. وعايزه اشيل السجاده اللي انا قلت لكم عليها ديت اوديها المغسله. بس يا صافي، اما بقى السفره، عايزه اشيل السفره وامسح برضو من تحتها. عايزه اشيل السجاده ديت، مش هوديها المغسله، هحطها مكان ايه السجاده اللي هنوديها المغسله وبس كده. يلا بينا بقى ايه نبدا المعركه. الله يكون في عون كل ام عندها طفل زي ابني، بجد الله يكون في عونكم. بصوا، خليت الارض بتلمع. لسه بقى هكمل بقيه المسح وهحط الكراسي وبس. مش هفرش سجاجيد لان زي ما قلت لكم الجو حر. تمام لحد كده. تمام. انا بس تعبت والله العظيم عشان خاطر معايا طفل، بروح اشوف طلباته وارجع تاني اكمل وهكذا. انا ممكن الصاله اللي انتوا شايفينها صغيره دي ممكن تاخد مني ساعه ونص ساعتين، بسبب ان انا معايا طفل حرفيا طلباته اكتر من بعمل حاجه. بس يلا ربنا يخلولي ويحمولي يا رب واشوفوا احسن الناس يا رب. وبكده اكون خلصت الجزء اللي عند السفره. ايه رايكم؟ تمام. شوفوا الارض بتلمع ازاي. انا بقى كده نفسيتي مرتاحه لما شلت السجاده ومسحت من تحتها، انا كده ارتحت. حرفيا ما كنتش بعرف اشيل السجاده اللي تحت السفره، كنت كل شويه اقول ايه بكره مش قادره بكره مش قادره. قلت النهارده بقى خلاص ما بديهاش بقى، لازم ايه اشجع كده واقوم اشيل السجاده وامسح، علشان مش عايزه احط السجاده تحت السفره عشان ابقى امسحها بمنتهى السهوله. تمام. لسه بقى البار هلمعه وافرش المفرش وهحط كده الديكور مظبوط، وبعد كده اخش على الجزء التاني بتاع الانتريه، وبعدين هخش على الجزء بتاع الانتريه ده. تمام. حطوا لايك بقى، حطوا لايك، مش هتخسروا حاجه، واعملوا اشتراك واعملوا شير. انا لازم اجيب ستاند بجد، عشان بيبقى عندي افكار فيديوهات كتير قوي 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 حابه اعملها لكم، حابه اشارككم في كل حاجه. بس بصراحه كل ما انا عايزه اروح اجيب ستاند برضو بكسل. اه والله العظيم يا جماعه، فانا خلاص خدت القرار، هشوف هجيب ستاند و... واصور بقى الفيديوهات زي ما انا حابه.
وكده الجزء دوت برضو خلص اهوت. يبقى الجزء بتاع السفرة والجزء ده خلص. يلا بينا بقى نخش على الجزء المعركة. بجد بهبط فيه قوي قوي برغم ان هو صغير، بس بهبط فيه، اللي هو الجزء ده. وهنا خلاص نكون خلصنا. وزي ما قلت لكم شلت السفرة ومسحت من تحتها، شلت السجادة وحطيت السجادة المكان عند الانتريه اللي انا كنت حطاها عند السفرة، حطاها عند الانتريه، وشلت اللي انا كنت حطاها عند الانتريه وديتها المغسلة، وشلت كل الانتريه، مسحت من تحته حرفيا وخليته بيلمع لمع.